اهلا، النهارده هنعمل فكره حلوه قوي من الكروشيه وهتبقى مناسبه جدا للربيع، وهي الهيد بيس. للي ما يعرفش الهيد بيس، هي بتبقى عباره عن طاقيه كده معموله من الكروشيه وبيبقى فيها فتحات بالشكل ده، وبيبقى ليها باترنز وغرز مختلفه من الكروشيه. انا اخترت الغرزه اللي بتبقى بالشكل ده كده. في صور كتير قوي على بنترست بتبين لنا ازاي اللي احنا نعمل ستايلينج للهيد بيس دي، سواء كانت للمحجبات او لغير المحجبات. انا طبعا اوريدي كنت عامله واحده بينك، والنهارده هعمل معاكم النبيتي دي. هو ده بيبقى شكلها على اللبس، بجد شكلها حلو قوي، وشكلها على الطبيعة احلى بكتير. الكاميرا بجد ظلماها، بتطلع حلوه قوي في الصور. ممكن تعمليها باي لون انت عايزاه. النهارده هنعملها مع بعض خطوه بخطوه. لو عجبتكم فكره الفيديو تابعولي للاخر، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تحطوا لايك واشتركوا في القناه لو انتوا لسه اول مره تشوفوني. وبس يلا بينا نبدا الفيديو. في حاجه مهمه عايزه اقولها وهتفرق في فهم خطوات الشغل بعد كده. مش احنا لما بنيجي نعمل مثلا اي قطعه كروشيه بنعملها على هيئه سطور؟ يعني مثلا في السطر الاول هنعمل غرز كذا، في السطر اللي بعديه هنعمل الغرز كذا، في السطر اللي بعديه، وهكذا تبقى على هيئه سطور. اما في حاله لو هنعمل اي حاجه على شكل دائري زي مثلا الهيد بيس بتاعتنا دي، بيكون مسموش سطر، بيكون اسمه راوند. الراوند الاول هنعمل فيه كذا، هو بيبقى سطر عادي، بس هو بس عشان هو داير ما يدور بيبقى على شكل دايره، بنقول عليه راوند مش بنقول عليه سطر. حبيت بس اقول المعلومه دي للناس اللي مش فاهمه يعني ايه راوند. وبس يلا بينا نبدا في الشرح على طول. الادوات: اول حاجه هنحتاج بكره خيط بالنوع واللون اللي احنا عايزينه، وتكون فتة الخيط رفيعه كده، ويستحسن انها تبقى قطن عشان ما تعملناش حساسيه في الجلد. وبعد كده ابره 3.5 مللي ومقص، وابره كبيره مخصصه لخيوط الكروشيه بتكون فتحتها كبيره. وجبت حلقات كمان لونها ذهبي عشان نزين الهيد بيس. انا جبت السلسله دي ذهبي متر من عند اي محل خرز موجود عندنا. هي اختياريه لو مش عايزين تزينوا الهيد بيس وتعملوها بالكروشيه بس عادي. ده الباترون او الخطوات اللي هنمشي عليها، وهشرح لكم ازاي نعملها خطوه بخطوه. اول حاجه هنبدا ان احنا نعمل دائره سحريه او الماجيك رينج بالطريقه اللي احنا عارفينها. بعد كده هبدا ان انا اعمل فيها اول غرزه عمود بلفه. بس عشان نعمل غرزه عمود بلفه تكون شكلها منتظم، لما نيجي كده نقفل الحلقه بيبقى ليها طريقه مخصصه. بندخل الابره ونسحب الخيط كاننا بنعمل حرفيا غرزه حشو عادي جدا. هنلاقي قدامنا بالشكل ده الحلقتين بتوع غرزة الحشو ذات نفسها. هندخل في أول حلقة بس بالطريقة دي كده. بعد كده هنلف الخيط حوالين الإبرة وهنطلع الخيط من حلقة واحدة بس بالشكل ده بالظبط. هنلاقي عندنا حلقتين، هنلف الخيط وهنطلع من الحلقتين دول، وبكده بنكون عملنا اول غرزة عمود بلفة بالطريقة المنتظمة. هنا بنكون محتاجين الستitch ماركر، وممكن تستخدموا الدبوس الاسود ده عادي جدا لو مش عندكم. بندخلها في السلسلة بتاعة العمود بلفة بالطريقة دي، السلسلة اللي احنا لسه مخلصينها. بعد كده هنرتفع 3 سلاسل، ادي 2 ادي 3. بعد كده هنكرر نفس الحركة دي 11 مرة. فاحنا عملنا مرة، فبعد كده هنعملها 10 مرات كمان. هنعمل غرزة عمود بلفة عادي جدا بقى بالطريقة العادية اللي احنا عارفينها. بعد كده هبدأ ان انا ارتفع 3 سلاسل. كده احنا عملناها مرتين من اصل 11، المفروض ان احنا نعملها كمان 9 مرات. بعد كده هنعمل عمود بلفة بالطريقة اللي احنا متعودين عليها، وبعد كده نرتفع بثلاث سلاسل، وهكذا لحد ما نكرر 11 مرة. كده انا خلصت ال 11 مرة. هبدأ ان انا اعمل غرزة عمود بلفة جوه الحلقة كمان مرة. بعد كده هبدأ ان انا ارتفع سلسلة واحدة. بعد كده هبدأ ان انا في الغرزة اللي انا كنت حاطة فيها الدبوس او الستitch ماركر، هبدأ ان انا اعمل فيها نص عمود. فبلف الخيط حوالين الابره بدخلها في الغرزه اللي انا كنت حاطه فيها الستitch ماركر، وبشد الخيط. بيكون عندي 3 حلقات، هلف الخيط واطلع من ال3 حلقات كلهم. كده انا عملت غرزه نص عمود. بعد خلاص بقى بما خلص النص عمود بشيل الستitch ماركر وبحطها في السلسله بتاعه غرزه النص عمود، السلسله دي بالظبط او الغرزه دي بالظبط. كده احنا خلصنا اول راوند. في الراوند التاني هبدأ ان انا ارتفع 4 سلاسل، هعمل 4 سلاسل بالطريقة دي. بعد كده هبدأ ان انا في الفتحات الكبيرة اللي انا شايفاها دي ان انا اعمل غرزة حشو. بدخل الابرة في الفتحة الكبيرة دي وبشد الخيط، بيكون عندي حلقتين، بشد الخيط وبطلع من الحلقتين. كده عملت غرزة حشو. بعد ما اخلص غرزة الحشو برتفع كمان مرة 4 سلاسل. بعد كده في الفتحة اللي بعديها بعمل غرزة حشو، وهكذا. كده انا عملت الخطوة دي مرتين، هكررها بقى بنفس الطريقة لحد 11 مرة. يعني في الراوند كله هنعمل نفس الخطوة دي 11 مرة، بنرتفع 4 سلاسل وبنعمل في كل فتحة غرزة حشو. كده انا خلصت خلاص ال 11 مرة بتوعي. هبدأ ان انا ارتفع سلسلة، وعشان اقفل الراوند ده في السلسلة او الغرزة اللي كنت حاطة فيها الدبوس هبدأ ان انا اعمل غرزة عمود. وبعد كده هشيل الستitch ماركر او الدبوس ده واحطه في السلسلة بتاعة غرزة العمود اللي انا عملتها دي. هبدأ بقى اعمل الراوند التالت. في الراوند التالت انا برتفع 5 سلاسل، 3 4 5. كده انا ارتفعت 5 سلاسل. هبدأ ان انا اعمل برضو في الفتحة اللي بعديها غرزة حشو.
بعد ما اخلص غرزة الحشو هبدأ ان انا ارتفع كمان مرة 5 سلاسل، وهبدأ برضو اعمل في الفتحة اللي بعدها غرزة حشو، وهكذا هبدأ برضو اعمل نفس الخطوة دي 11 مرة على طول الراوند بتاعي. الخطوة سهلة جدا، بنرتفع 5 سلاسل وبنعمل بعديها على طول حشو في الفتحات اللي بعديها. بعد ما خلصت الراوند برتفع سلسلتين، 1 2، وهبدأ ان انا اعمل غرزة عمود في السلسلة اللي انا حاطة فيها الدبوس، وعشان نقفل الراوند بتاعنا فبنعمل فيها غرزة عمود بلفة بالطريقة دي. بعد ما نخلص غرزة العمود بلفة في السلسلة دي بالظبط بتاعة العمود بلفة اللي احنا لسه عاملينها، بنحط فيها الستitch مارك او الدبوس. في الراوند رقم 4 بنرتفع 6 سلاسل، 3 4 5 6، وبعد كده هنعمل في الفتحات دي برضو غرزة حشو، وبعد كده هنرتفع 6 سلاسل ونعمل غرزة حشو في الفتحة اللي بعديها، وهكذا بنفس الطريقة. برضو هنكرر الخطوة دي 11 مرة لحد ما نوصل لنهاية الراوند الرابع. بعد ما نخلص الراوند الرابع بنرتفع سلسلتين، 1 2، وبنعمل غرزة عمود بلفة في نفس السلسلة اللي احنا حطينا فيها الدبوس او الستitch ماركر، بنعمل فيها غرزة عمود بلفة وبنشيل الدبوس وبنحطه في الغرزة او السلسلة بتاعت غرزة العمود بلفة اللي احنا لسه عاملينها. بعد كده في الراوند الخامس بنرتفع 7 سلاسل، 4 5 6 7، نرتفع 7 سلاسل وبعد كده هنعمل غرزة حشو في الفتحات الكبيرة اللي بتبقى بعديها دي، وبرضو هنرتفع 7 سلاسل بعد ما نخلص الحشو بتاعتنا، وهنعمل غرزة حشو كمان مرة في الفتحة اللي بعديها دي، وهكذا بنرتفع 7 سلاسل وبنعمل حشو. بعد ما نخلص الراوند بتاعنا هنرتفع 3 سلاسل، ادي السلسلة التالتة، وبعد كده هنعمل غرزة عمود بلفتين، بنلف الخيط حوالين الابرة مرتين وبندخل في السلسلة اللي احنا حطينا فيها الدبوس، وهنشد الخيط هنلاقي عندنا 4 حلقات، هنطلع من حلقتين، هنشد الخيط نطلع من حلقتين كمان، وبعد كده هنشد الخيط نطلع من اخر حلقتين. في السلسلة دي بتاعة غرزة عمود بلفتين اللي احنا لسه عاملينها هنحط فيها الستitch ماركر. هنبدأ بقى في الراوند الخامس، هنبدأ اللي احنا نرتفع 8 سلاسل، 5 6 7 8، كده احنا عملنا 8 سلاسل، وهنعمل غرزة حشو في الفتحات الكبيرة دي او في الفجوات دي، برضو نفس الحركة نرتفع 8 سلاسل ونعمل غرزة حشو، هنعمل بنفس الطريقة لحد ما نخلص 11 مرة حوالين الراوند. بعد ما بنخلص الراوند بنرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، وبعمل غرزة عمود بلفتين في السلسلة اللي كنت حاطة فيها الدبوس بنفس الطريقة اللي احنا كنا عاملينها قبل كده. بعد ما نخلص العمود بلفتين هبدأ ان انا احط الدبوس في السلسلة بتاعت غرزة العمود بلفتين دي، ولحد هنا كده خلاص احنا هنوقف تزايد. طبعا قست العرض لقيته 14 سنتي، انتوا لو عايزين اكبر من كده بنزود عدد السلاسل اللي بنرتفع بيها. احنا كده عملنا 6 راوندات. بعد ما عملنا ال6 راوندات هنعمل بعد كده كمان 7 راوندات بنفس الطريقة اللي احنا كنا قايلين عليها، هي اللي احنا هنرتفع 8 سلاسل، 3 4 5 6 7 8، وبعد كده هنعمل حشو الفتحة اللي بعديها. بعد كده هنرتفع كمان 8 سلاسل وهنعمل حشو، 8 سلاسل وحشو لحد ما نخلص الراوند بتاعنا. في اخر الراوند بنرتفع 3 سلاسل، ادي 3 سلاسل، وهبدأ ان انا اعمل غرزة عمود بلفتين في نفس السلسلة اللي احنا كنا حاطين فيها الدبوس او الستitch ماركر، بنعمل غرزة عمود بلفتين، وبعد ما بنخلص الغرزة بناخد الدبوس او الستitch ماركر وبنحطها في السلسلة بتاعة الغرزة دي. كده هنلاحظ الطاقية انها بتبدأ تنزل معانا. بعد كده هنعمل 6 راوندات التانيين بنفس الطريقة، وده شكل الطاقية بعد ما خلصنا 6 راوندات التانيين وبقى عندنا 13 راوند. في الراوند ال14 هبدأ ان انا ارتفع 8 سلاسل، 3 4 5 6 7 8، بعد كده هعمل غرزة حشو الفتحة الكبيرة دي. بعد كده برضو هكرر هعمل برضو 8 سلاسل وهعمل غرزة حشو لحد ما اخلص 11 مرة في الراوند كله. بعد ما كررت الخطوة دي 11 مرة هبدأ ان انا ارتفع 8 سلاسل في الاخر، 2 3 4 5 6 7 8. بعد كده هبدأ ان انا اعمل غرزة منزلقة في السلسلة اللي احنا كنا حاطين فيها الدبوس، بندخل الابرة وبنشد الخيط، وفي نفس الوقت كمان بنشد الخيط وبندخله جوه الحلقة اللي احنا كنا داخلين فيها في الاول، وبكده عملنا غرزة منزلقة. في الراوند ال15 هبدأ ان انا ارتفع سلسلة، وهبدأ ان انا اعمل غرزة حشو الفتحة الصغيرة خالص دي اللي احنا شايفينها، بنعمل فيها غرزة حشو، ندخل الابرة وبنشد الخيط هنلاقي عندنا حلقتين، هنلف الخيط وبعد كده نطلع من الحلقتين دول في السلسلة بتاعت غرزة الحشو دي، هي دي السلسلة اللي احنا هنحط فيها الدبوس او الستitch ماركر. بعد كده في كل فتحة كبيرة من الفتحات دي هنبدأ ان احنا نعمل 5 غرز حشو، ادي 2 3 4 5.
كده احنا عملنا 5 غرز حشو. في الفتحة الصغيرة اللي بعديها في السلسلة دي بنعمل بعديها كمان غرزة منزلقة، يعني في الفتحة الصغيرة دي بنعمل غرزة منزلقة، يعني 5 غرز حشو وبعد كده منزلقة. نلاحظ ان في تانية كده، عشان التانية دي ما تبقاش موجودة بنبدأ ان احنا نفرد الغرز كده بنفس الطريقة دي عشان بس التانية ما تبقاش موجودة. هنكرر بقى نفس الخطوة عادي جدا، هنعمل 5 غرز حشو في كل فتحة من الفتحات الكبيرة دي، وبعد كده غرزة منزلقة في السلسلة اللي بعد الفتحة الكبيرة، وهنبدأ ان احنا نفرد الغرز كده، وهنكرر نفس الخطوة حوالين الراوند كله. في اخر الراوند بنعمل ان احنا نعمل غرزة منزلقة في السلسلة اللي احنا كنا حاطين فيها الدبوس، وبكده احنا بنكون خلصنا شغل الطاقية. قبل ما نقص طرف الخيط هنسيب طرف طويل عشان ده الطرف اللي احنا هنحطه في الابرة الكبيرة عشان نخيط بيه طرف الخيط. خلاص كده احنا شلنا الدبوس وهنحط طرف الخيط في الابره، وهنبدا نخيط الخيط مكانه بالطريقه دي بحيث ان طرفه ما يبقاش باين، وتبقى كده الشغل نضيف كده في الاخر وما يبقاش طرف الخيط باين، فبنخيطه في نفس مكانه. وبعد ما بنخيط بنقص الخيط، وكده احنا خلصنا الطاقيه. عايزين تسيبوها كده مفيش مشكله، عايزين تزينوها زينوها. انا هستخدم السلسله زي ما قلت لكم، اللي انا احط الحلقه في السلسله وفي نفس الوقت احطها كمان في الهيد بيس في الغرز الصغيره اللي بتبقى ما بين الفتحات دي. بعد كده هبدأ ان انا اسيب جزء كده بحيث انه يكون نازل، وهبدأ ان انا اجيب كمان حلقة واحطها في السلسلة، وهبدأ ان انا كمان احطها في الغرزة بتاعة الهيد بيس، وهكرر نفس الخطوة بالشكل ده بحيث ان انا اكملها حوالين الهيد بيس كلها. وكده احنا بنكون خلصنا الهيد بيس. ده شكلها النهائي، بجد شكلها حلو قوي. ممكن انتوا تغيروا اللون زي ما انتوا عايزين، تغيروا طريقة التزيين. انا كنت عاملة بينك زي ما انا قلت لكم. انتوا قولوا رأيكم تحت في التعليقات، وبس اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامة.